صوت أمريكا يقدم أضواء على فنان، برنامج يحكي فيه أهل الفن ذكرياتهم وتجاربهم في 20 دقيقة مع نجيب حنكش. أصدقائي المستمعين، مساء الخير. معنا ومعكم إسماعيل ياسين. والله هذا موضوع أنت شجعتني عليه أستاذ إسماعيل. تفضل. كم وكم من البهجات أدخلت على قلوب الناس وبيضحكوا، وصرت خبير بعالم الضحك. أستاذ إسماعيل، أيوة فن، أنت عطيت الفن الشيء الكثير الكثير. ربنا يخليك يا أستاذ نجيب. طيب شو عطاك الفن؟ ما عطانيش حاجة، اداني اسم إسماعيل ياسين. ما في شك هالاسم كويس، إنما يعني ما هواش كفاية ماديا يعني. نعم. لأنه الرجال الفنان اللي نذر نفسه للفن وعمل كذا من السنين مثل ما عملت أنت، طيب ما لوش حق بعدين مع الزمن يتقاعد ويحافظ على كرامته من الناحية المادية كمان؟ لا فيه يعني أنا الحمد لله عندي بنيتين. برافو. مبسوط. برافو. وماديا كويس. دخيل. وبعدين كمان الرئيس أنور السادات في الحقيقة عمل لجميع الفنانين الكبار يعني 100 جنيه كل شهر كمعاش مدى الحياة، وده يشكر عليها ما فيش شك أبدا. عظيم. إنما في كمان فنانين في الحقيقة تعبانين وأساميهم كبيرة جدا. نعم. وأعرف إنهم يتدوروا جوعا يعني. نعم. حالتهم بقى مع الاسم الكبير. أمال أنا جاء عليا يوم برضه لا مؤاخذة ما كنتش ألاقي آكل، إنما بشيء من التفكير وبشيء من التدبير وبشيء من العقل قدرت أقدر أكون ثروة يعني أعتمد عليها لما أكبر في السن، أقوم برضه أبقى راجل مستريح. أنا مستريح دلوقتي بقى لي 5-6 سنين ما بشتغلش، إنما مبسوط الحمد لله. وكفاية ان احنا بنشوفك، وكفاية ان كنت تندهولنا وتقولوا لنا تعالوا لصوت امريكا وبتاع، وانا يعني اي وقت اي خدمة اي ساعة انا تحت امرك، واي اي الفنان من وزنك ما بيعيش ضمن اطار. الفنان انسان الحمد لله. الفنان انسان بالفن ما في يعني احنا اذا كنا هنقول على الفن زمان والفن دلوقتي، الفن زمان كان بيشتغلوه علشان غاويين انهم يشتغلوا فن. نعم. دلوقتي للأسف الشديد جميع الفنانين اللي طالعين الجداد اللي احنا بنقول لازم نفسح لهم الطريق ولازم نعمل لهم التمهيد، اولا طلعوا في جو تلفزيوني وإذاعي ومجلات وجرائد وجميع المجالات محطوطة قدامهم. بعكسنا احنا لا كان في تلفزيون ولا كنا بنرمح نجري حتى ان احنا نتوفق في ان احنا نقول نكتة او اغنية لطيفة. او يعني كنت بشتغل عند بديعة مصابني، اول ما اشتغلت عندها اشتغلت ب8 جنيه مصري بالشهر. الله. سبت المونولوج وانا باخد 75 جنيه في الليلة. بقى عم نقول هيدي حتى نسمع منك، لانك انت تروي نوادر وبشكل ايه. في واحد بيتهته يعني لسانه بيتهته. نعم. بيتهته كده ما بيعرفش يتكلم. فكان مسافر اسكندريه. نعم. فدخل على محطه القاهره ولقى الناظر بتاع المحطه واقف، المدير العام بتاع السكه الحديد. نعم. قال له من فضلك اطرس كندرية بي 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 ساعة كام؟ قال له والله يا ابني اذا ما سألتنيش كنت زمانك حصلته. يا حبيب قلبي. انا كنت قلت نكتة عن الثلاثة اللي عاوزين يجروا ويحصلوا وابور سكة حديد. 2 ركبوا وواحد مركبش. اللي مركبش ده فضل يضحك
يضحك. اما الراجل بتاع المحطه بيساله بيقول له يا راجل انت بتضحك ليه مع العلم اصدقائك ركبوا وانت ما ركبتش؟ قال له انا لو قلت لك على الموضوع تضحك زيي. قال له ليه بقى؟ قال له الاثنين اللي ركبوا دول كانوا جايين يوصلوني وانا اللي كنت سافروا هني ويهو. حلو استاذنا. أيوة. يا ريت يطول المجال الله يخليك لنسمع هالبسمه الحلوه هيدي. الله يحفظك استاذ. شو بتحب نختم هالمقابله هيك بشي عمل فني؟ الاستاذ اذا سمحت يعني الاستاذ فريد الأطرش على عيني. غنوة له انا يعني ما بغنيش فيها، انما في الفيلم نفسه انا بشتغل فيه. انا ما بغنيش فيها انما هو بيغني فيها بساط الريح. اذا بطلب من اسماعيل ياسين رح نسمع مقطع للاستاذ فريد الأطرش من بساط الريح. والى اللقاء في البرامج القادمه، والف شكر يا بسمة العرب. الله يحفظك رب. الريح جميل ومريح وكله امان ولا البلمان. بساط الريح بساط الريح جميل ومريح وكله امان ولا البلمان. بساط الريح بساط الريح يا طاير فوق وكلك ذوق. انا مشتاق وضنان الشوق. يا طاير فوق وكلك ذوق. انا مشتاق وضنان الشوق. ودوايا في سوريا وفي لبنان. سكراني بلا قداح بلا قداح. سوريا ولبنان قامت وقدود عليها بشوف عيون وخدود. سوريا ولبنان قامت وقدود عليها بشوف عيون وخدود. تزود نار القلب بارود. انا اعشق سوريا ولبنان. سوريا ولبنان. في الساعة 7:40